منطقة اسمها عبد الرحمن، بشارع عبد الرحمن، فجرناها الدورية أني وشهاب وطاهر. وراها هم دزلنا غراض وفلوس. جهزنا مطار ستوته أبوات كركوك. ما صارت العملية لزمانه القوا القبض علينا قوات الأشايس. أني شهاب أحمد لفتة مخلف العبيدي، مواليد 1982، من سكنة صلاح الدين ناحية حمرين قضاء الدور. انتميت إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ديالة، قاطع ديالة، وبايعت أبو عدنان آمر القاطع مال ديالة، وكنت منتمي إلى مجموعة عددها 14 شخص، وكان آمر مفرستي أبو عبد الله. بعدين انتقلت إلى كركوك انتميت إلى مجموعة عددها 4 أشخاص في كركوك، وكان آمر مفرستي طارق وطاهر وحميد وآني، 4 أشخاص. بعدها قمت أول عملية قمنا بها، اغتالينا شيخ وإمام جامع الصفا فائق، اغتاليناه بالستوته ماطور، العفو. كنا صاعدين ماطور، أنا السائق وخلفي طارق. أنا كنت أسوق بالماطور وكتل طارق بالكاتم بالمسدس. بعد فترة استلمنا سيارة ويسموني أني أبو مرتضى هنا بكركوك، وكنت بديالة يصيحوا لي أبو عمر. بعدها استلمنا سيارة أوبل، فجرناها على شرطة طوارئ بكركوك، داخل كركوك. وبعدها كنا ناويين أن نفخخ ستوتة ونفجرها بمكان عام، ولكن قبل تنفيذ العملية ألقي القبض علي من قبل قوات الأسايش. إني وطبان محمد خلف السليماني الجبوري، تولد 1976، متزوج ولدي 3 أطفال. أسكن قضاء الحويجة، قرية سليمان الغرب، التابع لمحافظة كركوك. أعمل بصفة محامي. عند دخول الدولة الإسلامية إلى قضاء الحويجة اتجهت إلى محافظة كركوك، وبعدها تم إطلاق سراح موكلين يعودون لي، وهو مظفر محمود حسين وإبراهيم حميد جلعو، كوني تم إطلاق سراحهم عن طريق المحاكم. وبعدها اتصلوا بي فترة لا يقل عن 2 شهر، اتصلوا بي فذهبت إليهم إلى قضاء الحويجة. فعلى ضوء هذا كان موجود هناك معهم شخص يدعى أبو علي، هو المسؤول عن التنظيمات الأسرى والمفقودين للدولة الإسلامية المسجونين. على ضوء هذا بايعت هاي التنظيم. بعدين انطلقت إلى كركوك لكي أعمل على إطلاق سراح الموقوفين التابعين للدولة الإسلامية، وأعطوني 20 اسم تحديد يعني. وبعدها تم توصيل ما يقارب عن 1.5 دفتر من المبالغ عن قيمة إطلاق سراح الموقوفين اللي داخل سجن تسفيرات كركوك حاليا. اسمي جاسم أحمد محمد ذياب العبيدي، مواليد 94، سكن كركوك حي العسكري. بايعت الدولة الإسلامية سنة 2015 عن طريقة والدي والسجناء الوياه. انطوني رقم أبو محمود، هو بالحويجة، تعرفت عليه، رحت للحويجة عن اتصال الموبايل. رحت للحويجة، دخلت دورة عسكرية على السلاح وبالرياض. بعدين عادينا جيت لي جاي الكركوك. من كركوك عاد ظليت أنا وأبو محمود على اتصال على السجناء، ايش يحتاجون، مثل يحتاجون فلوس، سيم كارتات، مسواق ما مسواق، أنا أودي لهم. والمحامي وضبان
المحامي وطبان عن طريقة قضبوه الدولة الإسلامية حتى يطلع والدي بفلوس، وطبان الجبوري اسمه، واني قضبوني عن القوات الأسايش.